السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الغدا. غدا كده سهل وبسيط وسريع في نفس الوقت. جبت هنا كده ربع كيلو من الكبده، قطعته كده شرايح زي الشاورما كده بالظبط، وحطيته كده في مصفى وهعصر عليه كده مثلا حوالي ليمونتين او 3 ليمونات لو الليمون بتاعك صغير، حجم 3 ليمونات. وجبته كده حطيته طبعا في المصفى، وهحط تحتيه طبق او بولة عشان ينزل كده كل الدم اللي فيه، او الدم بالزفارة يعني بتاعة الكبدة اللي احنا عارفينها دي. طبعا زي ما احنا عارفين الكبدة ما بتتغسلش، كل ما بتغسلي الكبدة بتعمل ريحة زفارة اكتر يعني. فهي افضل حاجة ليها انك انتي تحطها في مصفى وتعصري عليها كده ليمون وتجلبيها وتسيبيها كده شوية تنزل كده الدم اللي فيها. بعد ما عصرت كده عليها الليمون هديها تجليبه كده وهركنها كده على جنب. بوريكم كده كميه الليمون اللي انا هعصرها على الكبده اللي معايا، عشان الليمون اللي كان معايا انا كان صغير يعني، كان حجمه صغير. هركنها كده، هسيبها كده حوالي مثلا 10 دقايق او ربع ساعه يعني، لحد ما اقطع الخضار اللي معايا اللي انا هضيفه كده الكبده. معايا فلفلتين وواحده طماطم كده كبيره، ومعايا كده بصلتين بس كان حجمهم يعني صغير. لو بصلايه كبيره هتكون لو الحجم البصلايه بتاعتي الكبيره يعني هتبقى واحده بس. وادي كده بوريكم كده الكبده بتاعتي بعد ما سبتها كده بالليمون. بوريكم كده اللي نزل منها. جبت هنا كده طاسة، حطيت فيها شوية من السمنة، حوالي كده معلقتين كبار من السمنة، وهسيبها الطاسة بتاعتي لحد ما تسخن خالص عشان انزل فيها الكبدة كده مرة واحدة، اديها كده صدمة وما تنزلش المية اللي فيها، عشان ما تبقاش تيجي تاكلها يعني متبقاش مجلدة معاك يعني وكده. حطيت كده واحدة شريحة كده من الكبدة، لقيتها لسه لسه السمنة بتاعتي ما سخنتش، فسبتها كمان شوية تاني. ادي يا بنات كده بعد السمنه بتاعتي ما سخنت، ورحت نزلت كده بكميه الكبده وفردتها كده في الطاسه زي ما انتم ما شايفين. كده هنا معايا على العين التانية معايا كده طاسه وفيها زيت، وهسيب الزيت بتاعي لحد ما يسخن. وهنا كنت قشرت بطاطس وغسلتها يعني وقطعتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وسبتها كده في الميه. قلت لحد الزيت بتاعي ما يسخن. خلاص كده الزيت سخن. حطيت كده حوالي كده معلقه من الملح، وديت على البطاطس يعني وقلبتها، وهبدأ انزل بيها كده في الزيت. الخطوة بتاعة الملح قبل البطاطس قبل ما تقليها بتخلي البطاطس بتاعتك طعمها حلو، ومش بتحتاج يعني ملح بعد ما تقليها وكده. ادي كده يا بنات، بصوا اول ما الكبده بتاعتي بس يعني لونها غير كده، ورحت ضفت لها البصل على طول. البصل زي ما قلت لكم ان انا مقطعاه كده قطع صغيره. انا ما حبيتش ان انا اقطع البصل ولا الخضار بتاعي شرايح كده زي الكبده، عشان زي ما احنا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت في السوا. فلو قطعتها كده شرايح كبيره، البصل والطماطم والفلفل اللي معايا هتبقى نية يعني. احنا ما بنحبش الخضار في الكبده ني. بس فعشان كده قطعته قطع صغيره، قطعت البصل صغير والطماطم والفلفل اللي معايا. طبعا انت على حسب ما تحبي يعني، لو حابه البصل بتاعك يكون شريح زي الكبده والفلفل براحتك يعني، ده حاجه ترجع عليك. اديتهم كده تقليبه، وبعدين هنزل كده بالفلفل اللي معايا. طبعا زي ما احنا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت خالص على النار، كل ما بتقعد على النار هتلاقيها مش حلوة خالص. فانا شوحت كده البصلايه معاها على طول. اول ما البصلايه ما عرفت خدت بالي كده ان البصلايه دبلت، رحت نزلت بكميه الفلفل اللي معايا. هديهم كده تقليبتين، وبعدين هنزل بالطماطم. الطماطميه اللي انا قطعتها قطع صغيره. وهضيف طبعا الملح والتوابل اللي انت تحبيها، حابه تضيفي فلفل، اي توابل عندك عايزه تضيفيها ضيفيها. وادي كده يا بنات نزلت كمان بالطماطم.
هضيف كده معلقة كده من الملح، وهضيف كده توابل كمان، التوابل اللي معايا توابل كبدة. طبعا انت لو عايزة تضيفي 7 توابل 7 بهارات، تضيفي فلفل كمون كزبرة براحتك يعني، هي بيكون طعمها حلو. يعني ممكن كمان بالملح والفلفل بس، وبيكون برضو طعم الكبدة بتاعتك بيكون طعمها حلو. خلاص كده الكبدة بتاعتي خلاص استوت وطفيت عنها. وهنا كنت طبعا بقلب كده البطاطس لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه، وطلعتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وادي كمان الكبدة بتاعتي بعد ما غرفتها كده في الاطباق اللي معايا، ده شكلها. وكمان عملت طبق سلطة. وخلاص ده كده غدا سهل وبسيط، وكمان مش مكلف يعني، مش هياخد معاك اي وقت. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا، يا ريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك، تضغطي على كلمة اشتراك، وكمان